بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 24. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. الحديث 25. حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الحديث 26. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. الحديث 27. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. الحديث 28. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. الحديث 29. حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. الحديث 30. حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الحديث 31. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع ضفائر 4.